السلام عليكم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم في عالم الاشغال والخياطة، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وكالعادة. نرحبوا باش اللي انضموا لينا البيت بيتهم منورينه او في القناة مشكورين ومأجورين على الوفاء تاعهم. بغيت نزيد ندير لكم هذوك لي شوميز ولا لاليكات اللي تاع البنات راهم دايرين تاني حالة. حبيت نوريها لكم بطريقه بسيطه وب100 قماش نقدروا نخرجوها. بغيت القماش تاعي جهه لا ليسير كما كتشوفوا بالطول تاعو. هاد المره ما درتوش بالعرض، درتو بالطول، مع انه تقدروا كما تحبوها، بصح انا نحتاج هايلك بالطول. لهاد لاليكات اللي حنديرها لعمر 11 سنه. دائما نقول لكم نشوفوا القماش تاعي كامل الاستواء تاعو، خط الاستواء، وندير الخط هذاك، ندير هذاك الخط ونتبع عليه. وثاني حاجه نبداو ناخذوا القياسات. ندخل ب7 سنتيمتر وندير خط نقطه هايليك، وندير نصف عرض الكتف. نصف عرض الكتف اللي هو مع حق الخياطه 1 سنتيمتر ولا 19 سنتيمتر. نجي لهنا ننزل ب2 سنتيمتر وندير هذاك الخط هكذا، خط الكتف تاعنا. نجي من هاد النقطه تاع هذا خط الكتف تاني اللي درتوه خط الاستواء، وندير 20 سنتيمتر هنا، ندير نقطه، ندير خط هكذا. هاد القماش هو مساعدني كيفاه الخطوط راني نتبع. نعين المنتصف تاعو هكذا، نعينو هاوليك للمنتصف هاوليك. كيما هنا وين درنا حردة الابط وعينا النقطة، نديرو ربع دوران الصدر. ربع دوران الصدر مع حق الخياطة وحق التوسيعة جانا 24 سنتيمتر. 1 سنتيمتر حق الخياطة و3 سنتيمتر حق التوسيعة، يعني كاع ولنا 4 سنتيمتر. كانت 20 ولنا 24 هاوليك. وندير هاوليك من هنا لهنا 24 سنتيمتر ونحدد. شوفوا نخرج ب2 حتى 3 سنتيمتر من لهنا، وندير التقويره تاعي هايليك. هذه تاع الخلف. وفي الامام دائما نقول لكم ندخلوا ب1.5 سنتيمتر هكذا ونحرفوها. نجي لهنا نحبط ب2 حتى 3 سنتيمتر. انا هني حنحبط ب3 سنتيمتر تاع الرقبه، تحريفه الرقبه. وللامام نحبط ب10.5 هايليك، نحبط ب10.5 وندير تاني، ندير نفتح من لهنا 3 سنتيمتر. هذه للامام فقط هكذا. ندير طول الوسط تاعي، نبدا تاني من هذه النقطه. عندي الوسط تاعي الطول تاعو 36 مع حق الخياطه وحده هايليك 1 سنتيمتر تولي 37. ودائما كما قلت لكم نديروا هايليك 24. كيف ندير خط هكذا، بصح ندخلوا من لهنا في الوسط ندخلوا ب2 سنتيمتر ونروح بخط مستقيم نلاقيها مع هذيك التحريفه تاعي، تحريفه الابط. نطلع من لهنا. دائما نقول لكم وين كاين جزء علوي جزء سفلي نطلعوا ب2 سنتيمتر حتى 3 سنتيمتر ونروح هكذا. الان راح نقطع الجزء العلوي ونكملوا الجزء السفلي. هكذا نحي الخلف ويبقى لنا الامام. الامام نكمل ندير التحريفه تاعو، نكمل نقطع ونحبط بهذيك 3 سنتيمتر اللي وريتها لكم. تحت 4 سنتيمتر تقدروا ما نخلي هذايا نديرو كي لونفورم على هذيك الفتحه اللي درتها نفسو هايليك تاع الرقبه. انا كما قلت لكم دائما في الامام ناخذ التحريفه هكذا ندخلوا ب1.5 هكذا باش ما يجيش هذاك، باش ما نضايقكمش في الحركه. دائما هذه معروفه. ما قطعنا هاوليك بقينا هكا الجزء السفلي كيما راهو هكذاك. شوفوا خليه كيما راهو هذاك الجزء اللي بقى لنا هذا هو يروح لنا لفرنسا. ندي الطول اللي راني حباته. انني حابه تحت لي عونش، يعني ندي فوق فوق 40 هكذاك، 40 حتى 45. انا حندي 45 واللي بقى نخليه تاع ليمونش وندير كي الكرافات هكا يعني للكول. شوفوا
هكذا. وتبقى اختيارات، يعني الطول هذايا من الاسفل الجزء السفلي تبقى لكم اختيارات، نتوش على راكم حابين وين توصل هاد لاليكات تاعكم. ونفتحها من هنا هذا الجانب. طول درت 18 سنتيمتر كما راكم تشوفوا. هذيك ندو العرض تاع اليد على حسب شحال حبطنا، 20 سنتيمتر. ننزل من لهنا 8 حتى ل 10 سنتيمتر. نديرها هكذا تجي سوا يعني. ندير من لهنا 17 سنتيمتر 15 سنتيمتر 16 سنتيمتر فتحة على اليد من الاسفل تاعكم. نلقيهم هكا نقطع وندير لون كونتي في الميليو تاعي. هاد البقايا اللي شفتوهم هايديك نروح نرقع بيهم الحزام، ما يهمنيش كي يكون مخيط ماحش يبان انه كي حديريه. المهم تقتصدي في قماشك ويكفيك. حبيتي تشري بزياده وتحسبيه هذيك راجعه ليك. هذا الربطه تاع العنق كيما هذا الموديل اللي راكم تشوفوا فيه هكذا. حاولي كون مرقع وما يبانش. راكم تشوفوا هنا راني مخيطه بصح ما يبانش حتى تدققي، خاصه كي يكون القماش امبريمي فيه تفاصيل وفيه ما تقدريش تشوفي كاع وين ما كان الخياطه، يعني ماحش يبان لك ديفو ولا. حاولي وتجي حاجه شابه. عرض الحزام راني درتو 6 سنتيمتر ونقطع الطرف كيما راكم تشوفوا هكذا. حبيتو عريض كتر هذه تبقى اختياراتك، نسقهم هكذا كامل حتى نلحق 1.5 متر. نجي نحط الامام تاعي ونخيط له سجاف هذا تاع هذيك الفتحه كيما راكم تشوفوا. نحطوه هكذا ونخيط على هذيك الفتحه، ومن بعد نجوز عليها بخياطه كامل هكذا ونفتحها ونكخونتي ونقلبها. بعدها نلاقي الاكتاف، عمليه ملاقاه الاكتاف راكو عرفتوها وتعودتوا عليها، ونجوزو مرحله مرحله. هانتي الوسط. واش هذا الجزء السفلي تحبوا ديروا لي فرونس يعني قلال، ديروا في اكبر رقم كيما وريت لكم وتجبدوا الخيط وديروهم دي فرونس هكا رقاق. تحبوا ديروا كيما انا مادام انا عيا بالي شغل ندير ميزي العين ونقرص القرصات، راني تعودت على هذا الشيء. تحبوا لي تخاف كيما قلت لكم دير تعين الوسط هنا والوسط هنا وتحطهم وتبدا تقرص وتجبد بهذاك الخيط اكبر عدد رقم تاع الخياطه. هذا هو اللي جاي هنا هكذا. تكبروها هكذا وديروا هذوك لي فرونس تاعكم. حكمنا اليدين وكفيناهم. تبقى اختيار تحبي تكفيهم دوكا قبل ما تخيطوا، يعني تكفوهم قبل ما نخيطهم. نحب يعني حتى نخيطهم وندير الكفه تاع لاجيه. صح انا كفيتهم هكذا نقص على روحي كرونتيت هنا ونحطهم في الوسط تاني.
ونخلطهم عادي كيما كنت عودتو. ومن بعد شنو راح ندير باش تشوفوني نحكم هذاك الحزام تاعي؟ راح نخيط منه بشكل مائل هكذا، ونروح ونخليه ونحبس من هذه الجهه، ونروح نفس الشيء كيما راني درت هذا الجنب هذا، يعني خيطت منه وحبست حتى لهنا، ونقلبهم ونخليه يقيس فقط يعني هذيك فتحه تاع الرقبه من الامام والخلف، باش من بعد نركبهم. تبعوني فقط ونكون حددت الوسط. وفي الاخير كما راكم تشوفوا هاي النتيجه امامكم، خرجت لي كات ما شاء الله. نتمنى تعجبكم، تنفذوها وتفرحوا بها بنياتكم وبصحتكم، وطلعوا لنا الفيديو وكثروا لنا من الجام. ولا عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد. وكالعاده المريض ربي شافيه، واللي متمني حاجه ربي يعطيها له. الله يرحم موتانا وموتى المسلمين، ودمتم في رعايه الله وحفظه.